الناس اللي ما بتحبش القرنبيط او اولادها ما بيرضوش ياكلوه، تعالوا شوفوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم واولادكم هيحبوه كمان. هنا بجيب القرنبيط وبسلقه في شوية مية وملح وكمون عشان الريحة، وبعدين بطلعه بهرسه كده هرسة خشنة يبقى مخرز، وبنزل عليه كمان ببطاطساية بشراها، وهحط عليها بقى طماطمايه، ده طماطمايه من غير القلب بتاعها عشان ما تنزلش سوائل كتير وكده، باخد اللحم بتاعها بس. وكمان خضرة باخد فيها الورق بس ما باخدش العيدان. ده قرن شطة حراق اختياري، بس هو بيدي طعم جميل فيها. و... وهقلبه كله بقى في قلب بعضه كده، يبقى قرنبيط وبطاطس وخضرة وطماطمايه وقرن شطة حراق. خلاص بالشكل كده ده مكتوم في قلب بعض، ما تعجنيش، قلبي بس. ركنتهم على جنب وهجيب بقى ايه الخلطة بتاعتهم. هنا جبت بطين 2 كبار وهحط عليها بقى ايه مجموعة توابل كده، عبارة عن ملح، فلفل اسود، وكمون، بابريكا، كركم. وهقلبهم بقى. كمان هحط يعني على سن المعلقة كده بيكنج صودا، او تحطي بيكنج باودر، خلاص عشان تبقى نافشة معاكي كده مش مبلطة. قلبي بقى الخليط ده لحد ما يندمج كله في قلب بعضه بالشكل ده كده، وهنزل عليه بشوية لبن تقريبا، يعني ربع كوباية، ده على حسب يعني ما انتي بتعملي الخلطة بتاعتك قد ايه. خلاص فانا حاطه ربع كوبايه، وكمان ربع كوبايه دقيق، وهحط عليها معلقه صغيره من اللي هي النشا. هقلب بقى الخليط ده كله على بعضه كده زي ما انتوا شايفين. منساش كمان برضو بتديها حلاوه جميله جدا هرسة الشطه. قلبي الخليط بتاعك ده يبقى نازل تقريبا يعني زي يعني البانكيك كده، يعني اتخن من اللي هي عجينه الكيكه. خلاص قلبيه كله بقى في قلب بعضه كده. خلاص هي مش عايزة حاجة تاني اكتر من كده. انا بصي بقى التشكيل ده بتاعك انتي، عايزة تعملي دواير تمام، عايزة تعمليها في قلب زي ما انا عاملة طاسة صغننة كده عادي، حطي شوية زيت فيها وحطي الكمية بتاعتك كده تبقى متلاصقة مع بعضها جنب بعض كده، خلي النار وسط علشان تستوي معاكي. و... ولما تحمر روحي مقلباها. انا هنا عاملاها قلب، وهنا ده كمان برضو تقدري تعملي دواير بقى بالشكل ده كده اهو. الريحة جميلة جدا والطعم جميل جدا، واللي ما بيحبش القرنبيط صدقوني هيحبه جدا، وبالتالي اطفالك يعني مش هيتعرفوا عليه. خلاص. برضو الطبقة ما تكونش سميكة قوي، واول ما تحمر قلبيها. دي كانت احمرت اهوت وعملتها على الوش التاني. اهم حاجة هدي النار عليها علشان تستوي معاكي. دي كمان كانت استوت اهيت، كان الجنب ده احمر فانا قلبته، بتتقلب معاكي بكل سهولة. ما تخافيش بالشكل ده، ما خدتش حاجة خالص. طعم جميل، الشكل جميل، وان شاء الله هتعجب اولادك زي ما قلتلك، وهيحبوها ويطلبوها منك على طول. جربوها. يلا سلام عليكم.